هل يعقل الزمالك بكل المشاكل اللي عنده دي كلها ويقدم ده في الملعب؟ هل يعقل ان الزمالك بكل المصايب اللي عنده دي كلها ونشوفه بالمنظر ده في الملعب؟ يعني ايه، انا اهلاوي ومصدوم في فريقي، يعني انا مصدوم في اللي احنا فيه. يعني هل يعقل ان الاهلي بملياراته بلاعيبته بادارته بالاستقرار بكل ده مش عارف ان هو يأدي ربع اللي الزمالك بيأديه في الملعب؟ يا جدع ده الزمالك عنده مشاكل بالهبل، عنده قضايا بالهبل، اللعيبه اللي بيلعب بيها اغلبيتها ناشئين، انما اشوفه ان هو بيأدي في الملعب احسن من النادي الاهلي؟ انا هتجنن. يعني انا من ساعه ما شفت ماتش البنك الاهلي وشفت ماتش الزمالك وانا هتجنن، انا مش عارف فيه ايه. بجد والله الموضوع فيه حاجه غلط. يعني انا عايز افهم ايه اللي موصل النادي الاهلي للمرحله السوء اللي هو فيها، للمرحله السوداء اللي النادي الاهلي فيها. ما هو مش طبيعي، مش طبيعي لما يكون النادي الاهلي صارف مليارات جايب لعيبه توب، لعيبه هي اعلى قيمه تسويقيه في افريقيا كلها، وده الاداء اللي بنشوفه في النادي الملعب، ده الاداء اللي بنشوفه في قلب الملعب. معايا مدرب بدفع له مليار، او بلاش مليار، معايا مدرب بدفع له ملايين، وفي الاخر بلاقي اداء النادي الاهلي في الملعب صفر. في المقابل معتمد جمال جاي اصلا من غير عقد، مدرب فني مؤقت، وبيأدي في الملعب مع اللعيبه ولا كأن كان ما عندهمش مدرب قبل كده. يعني الزمالك في الملعب كأن مفيش ولا مدرب مسك الزمالك من اول الموسم لحد النهارده. معتمد جمال جه غير شكل الزمالك نهائي. شفنا الزمالك معاه بينزل، كان الاول هم يا اما اي مدرب فني كان بيجي يا اما بيعتمد على ناصر منسي، او اسمه إيه ده عداد الدباغ، او سيف الجزيري. لا ده ما شاء الله نزل بالاتنين يا باشا، والاتنين ما شاء الله بيلعبوا ولا اجدعها اتنين بيحبوا بعض. يا جدع انا طول عمري نفسي اعرف الزمالك بيعمل ايه في اللعيبه يخليها تأدي وتلعب بالاسلوب ده والمهاره دي، وهي اصلا ما عندهاش المهاره دي. يعني الزمالك بيجيب لعيبه ما عندهاش مهاره، وبتتفاجئ ان هم في الملعب بيلعبوا بمهاره، بيلعبوا بحب. ما انت ما تفهمش بقى. النادي الاهلي راح جاب لك زيزو، وراح جاب لك شويه صفقات، وجاب لك بن شرقي، وجاب لك بن رمضان، وما شاء الله شفناه في النادي الاهلي، او شفنا اداء النادي الاهلي اوحش من وحاشه. اللي هو ايه ده يا جدع، في ايه؟ يعني النادي الاهلي في الملعب زفت، الصفقات بتاعت النادي الاهلي في الملعب زفت. انا كنت بقلب كده وشفت بوست ان كان مارسيل كولر ما كانش راضي ان احنا نضم عداد دباغ ونضم عمر فرج ونضم كام لعيب من اللي بيلعبوا في الزمالك دلوقتي. طب ازاي الحال؟ ازاي الحال وانت عندك عداد دباغ هداف الدوري المصري؟ عداد دباغ هداف الدوري المصري برصيد 7 اهداف، يليه تريزيجيه اللي مش مهاجم، فانت جاي النهارده تقول لي اصل الحمد لله ان احنا ما كناش ماضينا مع عداد دباغ؟ ازاي؟ هل ده يعقل؟ هل ده يعقل يكون ده اداء النادي الاهلي بالاستقرار بالفلوس بده كله، في المقابل اداء الزمالك بكل المشاكل اللي عنده دي كلها؟ فانا ما انا ده لغز نفسي اعرف اجابته لحد دلوقتي. اللي انا دايما بيكون الزمالك في عز ازماته ومشاكله وتلاقيه احسن من الاهلي، والاهلي في استقراره وكل حاجه وبتلاقيه اوحش من الزمالك. هو دايما ما بيدومش، يعني هو الموضوع ده ما بيدومش. موضوع ان الزمالك بيكون احسن مش هيدوم، لان احنا عارفين ان الزمالك ممكن ان احنا النهارده الماتش ال 14 والاهلي ب 14 الزمالك متصدر عنه بنقطه، الكلام ده كله، بس ما بيدومش. ليه؟ لان الزمالك نفسه مش طويل، زائد ان الزمالك مش هيقدر ان هو يظهر اكتر من كده، ده اخره، وبعدين مش هنقدر ان احنا نقيم. انا معاك ان الزمالك بيلعب حلو، الزمالك بيلعب حلو، شفناه قدام المصري وشفناه قدام كهرباء الاسماعيليه، بس ما تقدرش ان انت تقارن اداء الزمالك قصاد كهرباء الاسماعيليه. كهرباء الاسماعيليه دي حضرتك بتنافس على الهبوط، داخل فيها اكتر معدل اهداف، الحارس بتاعهم كان شوربه وطلع ان هو اصلا زملكاوي، والدفاع بتاعهم كان كل الاجوان الزمالك جابها كانت غلطات من الدفاع. فانت ما تجيش تقارن وتقيم الزمالك بالماتش ده. هو الزمالك بيلعب حلو بس مش بالفجر اللي احنا شفناه ماتش كهرباء الاسماعيليه. فعشان بس عايز اوجه كلمه للزملكاويه، اللي هو انتوا ما تحطوش في بطنكم بطيخه صيفي ان الزمالك فاق وان الزمالك والناس كلها بدات تخاف من الزمالك. لا، انت لما تيجي تلاعب مثلا المصري وليك بتكسبه 5-2، تلعب سيراميكا وليك بتكسبه 5-2، اقدر اقول لك ان الزمالك ماشي فاق وراجع. انما حضرتك بتصيح من امبارح علشان خاطر اتحدد لك ماتش سيراميكا كليوباترا في كاس مصر مع الزمالك، فانت عمال تصيح وان ازاي ومش ازاي وفي قلب الماتشات والكلام ده كله، وان مش عارف مين الزمالك هيلاعب كايزر الشيفز وبعد كده بعدها بيومين هيروح يلعب السيراميكا وازاي. طب وانت حضرتك كنت فين لما الاهلي راح لعب في تنزانيا السبت وفوت الحد والاثنين ولعب التلات، وهيفوت الاربع والخميس والجمعه وهيروح هناك يلعب السبت في الجزائر؟
حضرتك كنت فين؟ ولا هو التدليس في دم الكائن الزملكاوي لابعد حدود، اللي هو يا جدعان الاهلي بيحصل فيه زيي، بس انا عامل نفسي عبيط، انا ماليش دعوه. طب هيحصل فيه زي اللي في الاهلي؟ يا لهوي بص نادي الدوله وجايين عليا عشان بدات افوق والكلام ده كله. هو الزمالك كده، هو الكائن الزملكاوي عايش على المؤامره. كان الزملكاوي لو ما بطلش ان هو يعيش على المؤامره، مش هيحس ان هو زملكاوي، هيحس ان هو بيشجع اي فريق تاني بقى، بترول اسيوط، غزل المحله، الكلام ده كله. انما الزمالك ما نقدرش ان هو نقيمه بماتش بماتش كهرباء الاسماعيليه. الزمالك حلو، بس مش بالفجر اللي احنا شفناه في الماتش ده. فيا صديقي قبل ما نخش، دي كانت كل المقدمه يا صديقي، قبل ما نخش نبدا في المواضيع اللي انا بتكلم عنها النهارده، عايزك تنزل تعمل لايك وتنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت نقدر نوصل الفيديو ده لعدد لايكات محترم. وعايزين نوصل 200 مشترك بقى، انزل اعمل اشتراك، عايزين نوصل 200 مشترك. يعني واقفه على اتنين، يعني واقفه على اتنين، لو عملت اشتراك واحد غيرك عمل اشتراك هنوصل 200 مشترك. يعني انا طالبي مش كبير اوصل 1000 ولا 2000، 200 مشترك. فبسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على سيدنا محمد، ونخش على اول موضوع معانا وهو ليستر سيتي العرب. يعني ايه ليستر سيتي العرب؟ ليستر سيتي العرب، عزيزي المشاهد، لو انت مشجع جديد او مش متابع الدوري الانجليزي او مش متابع الكره الاوروبيه، فمن كام سنه فاتت تقريبا من 11 سنه، ليستر سيتي ده كان فريق في الدوري الانجليزي، كان في الدرجه الثانيه. الدوري ده صعد درجه اولى، قعد سنتين، وبعد كده في السنه الثالثه بدأ يشرخ لحد ما وصل مركز اول. وصل مركز اول في وسط العتاوله دي كلها، في وسط السيتي، في وسط تشيلسي، في وسط يونايتد، في وسط الليفر، وسط توتنهام، وسط الانديه دي كلها. كانت الانديه دي برضو شفت يعني قصه الدوري المصري السنه دي، ان الدوري المصري الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، اهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، اهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بيخبطوا في بعض، ده بيكسب ده يتعادل ده يخسر. والفريق الوحيد اللي شارخ مع نفسه سيراميكا كليوباترا، هو نفس الفكره بتاعت ليستر سيتي. علشان كده انا بطلق على سيراميكا كليوباترا وهما ليستر سيتي العرب. وبالمناسبه دي ليستر سيتي فضل يعمل نفس القصه دي لحد ما الانديه بعد ما خلصت طحن في بعض، لقيت ليستر سيتي شارخ عنهم متصدر الدوري بفارق نقط كبيره، وفي الاخر خد الدوري. كانت معجزه، الناس كلها كانت بتقول دي معجزه مش هتتكرر تاني، وفعلا ما اتكررتش تاني من ساعتها، ان في نادي طلع من الدوري الدرجه الثانيه وخد البطوله. فهي نفس القصه مع سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا ما شاء الله عامل صفقاته كويسه، معاهم مدرب كويس علي ماهر، بادئين الموسم مركزين، هم هدفهم واحد، ان هم عايزين ياخدوا الدوري. شفنا الصفقات اللي عملها مع النادي الاهلي واشترى وخد مننا لعيبه ما شاء الله، وادانا على قفانا في كام لعيبه اداهم لنا. بس ليستر سيتي مكمل، ليستر سيتي عارف سيراميكا كليوباترا عارف هو عاوز ايه ومكمل فيه، اللي هو يا جدعان انا عايز اخد الدوري، ماليش دعوه بكل المشاكل اللي تحت دي، ماليش دعوه بقى بيراميدز تعادل، بيراميدز خسر، الزمالك اتعادل، الاهلي اتعادل، انتوا دغدغوا في بعض وخلصوا على بعض وانا شارخ يا باشا. هو الفرق نقطه واحده بس، هرجع اقول لك ان طول ما هو بيكسب، طول ما الضغط بيكون على الانديه اللي تحت. وبالمناسبه دي انا قبل ما اطلع الفيديو، كان سيراميكا كليوباترا بيلاعب غزل المحله، او ما زال ان هو بيلاعبها وكسبان 2-1. فسيراميكا كليوباترا لو فضل ماشي على المنوال ده، اتوقع له ان هو ممكن ياخد الدوري بقى، لا تقول لي اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا مصري. فسيراميكا كليوباترا ماشي باتجاه ليستر سيتي بالظبط. عشان كده انا مسميه ليستر سيتي العرب، اللي هو انتوا ما توجعوش دماغي، خلصوا على بعض وانا هكمل ايه في طريقي. ظبطت وكان بها هناخد مركز او ناخد الدوري، ما ظبطتش ادينا دخلت معاكم توب رابع، وممكن اخش كونفدراليه او دوري ابطال افريقيا ومحدش عارف ايه اللي جاي. فعشان كده انا خوفي كله من سيراميكا كليوباترا. يعني الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا في الدوري، الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا في السوبر، وطلعه من نص النهائي وخلاه يلعب ثالث ورابع. بس هرجع اقول لك ان سيراميكا كليوباترا جامد، سيراميكا كليوباترا جامد ومحدش يستهزأ بيه. عزيزي المشاهد لو انت بتتفرج ولسه ما عملتش لايك، انزل افقع اللايك بتاعك جامد، عشان سيراميكا كليوباترا هياخد الدوري، واحساسي بيقول لك ان هو ممكن ياخد الدوري او يغفل اي نادي وياخد منه المركز الثاني او الثالث. لان لو الاهلي خد المركز الاول، فسيراميكا مش هيفوت ان هو ياخد اي مركز من الثاني او الثالث، مش هيفوت ان هو ياخد اي مركز من الثاني والتالت. فعشان كده سيراميكا كليوباترا ما يستهانش بيه. وعلشان كده عزيزي المشاهد انا سميته لك ليستر سيتي العرب. ونخش على الموضوع التاني معانا وهو بيراميدز. بيراميدز بدأ نفس السيناريو بتاع النادي الاهلي، الاهلي عايز لعيب بيجري يجيبه زي ما كان الاهلي بيعمل مع الزمالك. كان الاهلي لما بيشوف الزمالك رايح عاوز لعيب بعينه، كان الاهلي سلام عليكم انا عايز اللعيب ده شكرا. انما النهارده بيراميدز بيتجه بنفس السياسه بتاعته مع
نفس السياسه اللي كان الاهلي بيعملها مع الزمالك، بيراميدز النهارده بيعملها مع النادي الاهلي. بيراميدز النهارده بيعملها مع النادي الاهلي. شفنا صفقه حامد حمدان لما اتاخدت من النادي الاهلي، شفنا صفقه عودة الفخوري لما اتاخدت من النادي الاهلي، شفنا صفقات كتير. والما اخفى كان اكتر، يعني اللي مخفي وما اتقالش اكيد اكتر واكتر واكتر هو اللي اتسرب للاعلام، هم حامد حمدان وعودة الفخوري. ففكره ان بيراميدز السنه دي هيكون قوي، الناس كلها كانت بتقول بيراميدز هيخش بص يكسح الدنيا، ياخد بقى الدوري وياخد الكاس وياخد افريقيا تاني. وكله كان متوقع له ان هو في الدوري هيبقى احسن من كده، لكن هو ما شاء الله في دوري ابطال افريقيا قطر ما بيعطلش. بيراميدز في دوري ابطال افريقيا قطر ما بيعطلش. فحاليا بيراميدز في الدوري وحش، بيراميدز في الدوري وحش 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 جدا. بيراميدز في الدوري نفس نظام الاهلي، يعني هو ما فرقش حاجه عن الاهلي. الاهلي 27 نقطه، بيراميدز 28 نقطه. الاهلي 27 نقطه، الزمالك 28 نقطه. فهو ما شاء الله الاهلي، بيراميدز، الزمالك، الثلاثه ما شاء الله بطيخه. الثلاثه بينافسوا بعض على مين في مثل كده، انت اللي مش عارف ايه وانا الاكتر منه. هم بينافسوا بعض على مين الاكتر من التاني. لكن بيراميدز الناس كلها كانت متوقعه له ان هو هيخش دوري كسر الدنيا، معاه صفقات، معاه فلوس، معاه استقرار، معاه كل حاجه. لكن بنشوف اللي هو الماتش اللي فات خسر من سموحه 2-1 باداء ما فيش خالص. بيراميدز ما جاش، بيراميدز ما ظهرش. الله الوكيل، هو الجون اللي جابه اللي اصلا كان فاول والحكم حسبه عشان يمشي الدنيا. ودي حاجه برضو حاجه وحشه، يعني دي حاجه وحشه. يعني مش شرط عشان عشان بيراميدز يكسب فالحكام تساعده، مش شرط عشان بيراميدز يظهر تاني ويبان ان هو بطل فالحكم يساعده. هي الكرة فاول، طب ما تسيبها فاول، احسبها فاول، احسب الكرة فاول، مش هيجرى حاجة لو حسبتها فاول يعني. فلولا ان بيراميدز الحكم ساعده ان هو يجيب جون كان الماتش يخلص 2-1 او على الاقل كان 1-0، وسموحه هيقاتل الماتش كله علشان يطلع بالثلاثه بون. فشفنا الماتش اللي فات كده بيراميدز خسر 2-1. طب الماتش اللي قبله هتيجي تقول لي كسب؟ لا، بيراميدز برضو ما كسبش. بيراميدز اخر ماتشين خسر 5 بونت، اخر ماتشين خسر 5 بونت. الماتش اللي فات خسر من سموحه، الماتش اللي قبله اتعادل مع الجونه، انت عارف اتعادل مع الجونه، الجونه اللي بينافس على الهبوط اتعادل معاها. يعني هنقول سموحه بينافس ان هو عاوز يخش توب 7 علشان خاطر اول 7 هم اللي هيبقوا بيرشحوا بعض على مين ياخد الدوري، ومن اول 8 لحد 21 او 22 انا مش عارف الدوري بقى كام فريق من كترهم، دول هينافسوا على الهبوط وهيهبط منهم 4. فكل الفرق اللي في منتصف الجدول بتحارب ان هي على الاقل تبقى في التوب 7 على الاقل. هم مش عايزين، يعني طبعا سموحه لو دخلت التوب 7 مش عايزه تاخد الدوري، بس عايزه تريح خلاص بقى، هي دخلت اخر هي اللي هيخش اول 7 هيلعب 6 ماتشات بس، فهي بالنسبه لها 6 ماتشات مش فارقه، هتلعب براحتها بقى، انا كده كده مش ههبط. فكلهم بيحاربوا ان هم يخشوا توب 7 اللي في منتصف الجدول. فسموحه ممكن اقول لك ماشي حاربت ان هي تكسب بيراميدز وحصل، انما الجونه يعني بيراميدز يتعادل مع الجونه والماتش اللي بعده يخسر من سموحه. وعلى فكره مش ده نفس الاداء بتاع بيراميدز في افريقيا، انا نفس النظام برضو النادي الاهلي مش ده نفس الاداء بتاعه في افريقيا. هو الله الوكيل، يعني دفاع النادي الاهلي مضحك. يعني لو قارنا هنلاقي ان الدفاع بتاع النادي الاهلي مضحك قوي. دفاع النادي الاهلي يا نهار اسود على الضحك، اللي هو اي حد رمى عليهم السلام هيخش جون والشناوي مش هيمد ايده يسلم اصلا. فيعني ما نقارنش ده بده. بيراميدز دفاعه كويس، لعيبته كويسه، معاهم لعيبه كويسه جدا. ففكره ان بيراميدز عمال يتعثر في الدوري والاهلي يتعثر في الدوري والزمالك عمال يفوق، دي مقلقه الناس كلها ان الزمالك ممكن ياخد الدوري. انا ما اعتقدش ان الزمالك هياخد الدوري. ليه؟ لان الزمالك عنده اكتر من ماتش، فاضل له 6 ماتشات. ال6 ماتشات كلهم اصعب من بعض، عنده بيراميدز، عنده زد، عنده سيراميكا، ففي ماتشات صعبه بالنسبه للزمالك، مع ان الزمالك طول عمره كعبه عالي على بيراميدز، ما اعرفش ليه. يعني بيراميدز ينزل قدام الاهلي تلاقي بص الريال مدريد، ينزل قدام الزمالك لهم غزل المحله. فانا ما اعرفش ايه فكره ان الزمالك طول عمره كعبه عالي على بيراميدز، او بيراميدز طول عمره بيلعب وحش قدام الزمالك. فخلينا نشوف ايه الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه، والدوري هينتهي بالدور الاول على ايه، وان شاء الله يكون في مفاجآت في الدوري المصري. ونيجي على الموضوع اللي بعده وهو موضوع ابراهيم عادل. موضوع ابراهيم عادل ده موضوع اتكلمنا فيه زمان زمان قوي، اتكلمنا في موضوع ابراهيم عادل. لو انت تفتكر يا صديقي انزل حالا اعمل اللايك بتاعك واعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، علشان انت كده ما بتعرفش حاجات احنا بننزلها زمان.
فموضوع ابراهيم عادل ان كان الاهلي عاوزه، جميل، الاهلي كان عاوز ابراهيم عادل وكان عاوز يعمل له كوبري زمان ويطلعه من بيراميدز ويرجع يجيبه، بس بيراميدز هرش الموضوع وما رضاش ان هو يطلعه، فضل مقعده عنده شرط جزائي. طيب الاهلي لما شال الموضوع ده من دماغه بقى خلاص، ورحنا جبنا زيزو ورحنا جبنا بن شرقي ورحنا رجعنا تريزيجيه، وبقى عندك ما شاء الله معلمين. فبعد كده ابراهيم عادل طلع اتباع للجزيره الاماراتي، مش طلع بقى عرض، اتباع للجزيره الاماراتي. طيب ايه اللي جد؟ طب انا عايز اعرف ايه اللي جد عشان تتكلم انت تقول ان ابراهيم عادل اهلاوي. هقول لك ايه اللي جد، هما انت اسمعني وصلي على سيدنا محمد قبل ما تسمعنا عليه الصلاه والسلام. ابراهيم عادل زي ما احنا عارفين ان هو بيلعب في الجزيره الاماراتي، وبرضه الجزيره الاماراتي انت بتلعب في الامارات، مفيش دوري اصلا. يعني الدوري في الامارات مش دوري، يعني ده دوري مدارس، لا جمهور ولا اي حاجه، والدنيا ماشيه حب. يعني اللي بيروح يلعب في قطر او الامارات بينسى الكوره، قطر او الامارات انسى الكوره، انت رايح عشان فلوس وخلاص. فاتفاجئنا ان ابراهيم عادل طلع بيع او اعاره بنيه الشراء لنادي في الدنمارك. واللي اكتشفناه اكتر هتيجي يقول دلوقتي ايه يعني يا عم طلع الدنمارك، ايه علاقته بالاهلي؟ يعني هو طلع الدنمارك؟ هقول لك يا صديقي استبر عليا، يا صديقي استبر عليا، انت مش مديني فرصه ان انا اتكلم معاك. ابراهيم عادل طلع للدنمارك لفريق اعاره بنيه الشراء، حلو لحد كده جميل جدا. بس في حاجه عزيزي المشاهد انت ما تعرفهاش، ان النادي اللي اشتراه او اللي خده اعاره بنيه الشراء ابراهيم عادل هو للمالك اخو ياسين منصور. سكت انت صح؟ اما دلوقتي ما اتكلمتش. ياسين منصور عنده اخ اسمه محمد منصور شاري نادي في الدنمارك، هو ده النادي اللي خد اعاره ابراهيم عادل بنيه الشراء. وضحت؟ بدات تفهم؟ بدات تستوعب اللي بيدور حواليك؟ يعني هل يعقل ان نادي في الدنمارك ياخد ابراهيم عادل ونطلع ان النادي ده يكون مملوك لاخو ياسين منصور؟ فبالتالي ده كوبري عشان يجي الاهلي. ابراهيم عادل انا ما عنديش مشكله يجي الاهلي، يجي زي ما يجي، انا ما يا باشا هي بجميله اللي عندي. يعني هي يعني بجميله اللي عندي، ما اللي عندي كلهم معاتيه، باستثناء تريزيجيه اللي عندي كلهم معاتيه. والاهلي ما شاء الله الايام ديت عمال يجيب لك ايه؟ عمال يجيب لك في نجوم، اللي هو ايه، هات ده، ده حلو هاته، ده حلو هاته، ده حلو هاته. ظبطنا الهجوم، الدفاع ضرب منك ما شاء الله، الدفاع والحارس ضربوا منك، بس الحارس احنا ممكن نقدر نعالجه. بس احنا خايفين من محمد الشناوي، فبالتالي بنلعب الشناوي على مصطفى شوبير الموهوب، بنلعب واحد ما عندوش ايد على واحد موهوب يقدر يشيل لك الاهلي لمده 10 سنين جايه. فسيبنا من الشناوي، يعني سيبنا من الشناوي، انا خايف وهو وانا بتكلم عليه كلام يعدي منه وما يعرفش يمسكه. فخليه خلينا في ابراهيم عادل. انت هات ابراهيم عادل، بس ابراهيم عادل هيلعب على مين؟ هيلعب على بن شرقي؟ هيلعب على تريزيجيه؟ هيلعب على زيزو؟ هيلعب على مين؟ يعني انا هيلعب على حسين الشحات؟ هيلعب على طاهر؟ هيلعب مهاجم؟ هيلعب صانع العاب؟ ما هو هيلعب على مين؟ انت عمال هاته، ولاعب مصري ومش هيكلفك حاجه، وهاته وحطه عندك في القايمه، يعني مش هيجرى حاجه. طيب انت بقى هتلعبه على مين؟ انت استفدت ايه؟ انت حضرتك ديانج عندك هيمشي، او ديانج بالفعل اوريدي مشي، خلاص انت نهايه الموسم وهيمشي. جبت مين مكانه؟ بالعكس انت بعت احمد رضا، طلعته اعاره سنه ونص زي ما بتقول. جبت مين مكانه؟ ما انت ما شاء الله ما عندكش دلوقتي غير مروان عطيه هو اللي ماسك لك خط النص. هتطلع لي كوكا خط النص؟ يعني انت شايف ان كوكا اللي اقسم بالله داخل النادي الاهلي واسطه هيقدر ان هو يلعب في خط النص؟ ما هو مستحيل، مش هتنفع، مش موجوده، مش موجوده على الخريطه اصلا ان كوكا يقدر يشيل خط النص لوحده. فانت بدل ما تدور، دي نصيحتي انا، بدل ما تدور ان انت تجيب ابراهيم عادل في وقت ما انت عندك غزاره من النجوم في المراكز دي، تقدر ان انت تروح تجيب اي حد تاني يلعب خط نص يقدر يشيلك خط النص. دور بقى على اجنبي، دور على حد من الدوري المصري يقدر يشيلك خط النص. انما ابراهيم عادل صفقه خسرانه، صفقه غير مربحه للنادي الاهلي، صفقه غير مفيده للنادي الاهلي، الا بقى لو الاداره جايبان ان هو يلعب مهاجم بقى، يلعب مدافع، ما هي مش فاهم بجد. فموضوع ابراهيم عادل زي ما قلت لك يا صديقي، هو طلع اعاره الدوري الدنماركي، وبعد كده ممكن النادي يشتريه ويبيعه للنادي الاهلي، لان النادي اللي هو راح له اعاره مملوك لاخو ياسين منصور. طيب امام عاشور المختل، امام عاشور الغير عاقل، امام عاشور الموهوب الغير محترف. طبعا كلنا عارفين قصته، ان هو كان عنده ماتش في تنزانيا واختلفوا ان هو ما راحش الطياره، والاهلي وقع عليه عقوبه والكلام ده كله، والعقوبه هتمتد لست ماتشات. اول ماتش منهم كان يانكا افريكانز في تنزانيا، وثاني ماتش منهم كان البنك الاهلي. جميل. ماتش البنك الاهلي الاهلي اتعادل فيه، والاهلي ادى اداء وحش فيه. فالاخ شوبير
المبجل شوبير العظيم طالع بعد الماتش قعد يلمح لك ان مش مهم يا جدعان، الراجل عاجبوه بفلوس بس لعبوه، الاهلي عايزه وعفوا عنه والكلام ده كله. لا يا حبيبي، لا 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 لا، احنا خسرنا ما عنديش مشكله، اتعادلنا ما عنديش مشكله، خسرنا الدوري ما عنديش مشكله، طلعنا اصلا من كاس مصر ما عنديش مشكله، انما النادي الاهلي يتنازل على مبادئه مستحيل. ده اللي جمهور الاهلي عمره ما هيقبله، ولو حصل صدقني الجمهور هيعمل صداع للاداره، اللي هو يا باشا انت احنا اصلا اتحفل علينا بسبب اللي عمله، هنروح نتحفل علينا تاني وهنسمع كلام تاني بسبب ان الاهلي عفى عن امام عاشور علشان يرجع يلحقنا؟ لا يا حبيبي ما يلحقناش، انا مش عايزه يلحقنا، انا مش عايز حاجه من امام عاشور خالص خالص، انا مش عايز حاجه منه يا عم. الاهلي وحش، الاداء وحش، بنكسب بالعافيه، بنتعادل، بنخسر نقط، انا ما عنديش مشكله، انما فكره ان احنا نقدر ان احنا نعفو عن امام عاشور او ان شوبير بيجس نبض الجمهور زي ما بيعمل او ما الاداره بتقول له علشان خاطر ان احنا نقول وماله يا جدعان الاهلي اللي محتاجه رجعوه، او يشوف رد فعل الجمهور ايه، فلا، اوريدي لا، نو يعني نو، خلاص امام عاشور اتعاقب يكمل عقابه، وبعد كده عاوز يرجع يلعب باحترامه يلعب، عاوز ياخد بعضه ويفكر ان هو يأثر زي ما الجمهور قال له مامي عاشور هتأثر، يلا غور، خلاص ما فيهاش تفكير، هيأثر يمشي، هيأدي ويحترم الشعار اللي هو بيلعب فيه، الشعار اللي هو لابسه، والشعار بتاع النادي اللي هو بيلعب فيه، يلعب، هيأثر يغور. انما يا كابتن شوبير يا محترم، يا اللي من ناشئين النادي الاهلي، يا اللي لاعب في النادي الاهلي، يا اللي من رموز النادي الاهلي، طالع تتكلم ان احنا عشان خاطر الاهلي اداؤه وحش فعايزين ان احنا نمشي العقوبه كلها ونشيلها ونخليها فلوس بس عشان امام عاشور يرجع يلعب. انا بقول لك انا مش مستني الاهلي يلعب حلو، لو هتبقى متوقفه على امام عاشور انا مش مستني الاهلي يلعب حلو. امام عاشور وحش، امام عاشور يستاهل، امام عاشور لازم يطبق عليه العقوبه وطز في النادي الاهلي بالنسبه لي، لكن مبادئ النادي الاهلي هتمشي على الكبير قبل الصغير، لان لو اتعملت مره هنقدر ان بقى اي لاعب تاني يطلع يشتم اي بقى ايه، يشتم الاهلي، يشتم جمهوره، انا صاحي الصبح ماليش مزاج ان انا اروح العب مش رايح، ما انا كده كده فلوس وخلاص وايه، وتغور المبادئ. ففكره ان امام عاشور يتشال من عليه العقوبه مرفوضه، جمهور الاهلي كده بالبنط العريض بيقول لك مرفوضه. انا واحد، انا بتكلم في النقطه بتاع في الموقف او في الفقره بتاعت امام عاشور ان انا واحد اهلاوي بقول لك هي مرفوضه، وبس كده يا صديقي، تصبح على خير.